مصر. اسمعوا بقى ما يأتي عشان تعرفوا ان الكلام ده مش محاضرة، انا مش بديكم محاضرة لا. الإسرائيليين وأنا حزين، والله حزين إن الشباب الفتي فاكر إن ممكن يحصل حصار لمصر، إن أمريكا ولا إسرائيل ممكن تحاصرها. اسمعوا اللي يوجع بقى، اسمعوا اللي يوجع، اللي وجعني أنا ولازم أوجعكم زي ما أنا موجوع، لأن لازم نتحرك بوجيعة داخل بحرقة. مش انتوا فيكم عندكم اللي بيدرسوا اللي فاكرين عربي يعني عندهم حكاية التجربة الشعورية، الشعور. إسرائيل مع الأسف والألم لما قامت فكرت كده، قالت احنا بلد العنصر الأولي فيها ان احنا بلد خايفة تحاصر، ان احنا بلد خايفة تحاصر، لأن حوالينا العرب من كل حتة. هنا فوق كده في لبنان، وبعدين في سوريا، وبعدين في الأردن، وبعدين في مصر، وفي محاصرين. مش هنعرف ناكل ونشرب، هنعمل ايه؟ ولو حبينا نطلع تصدير من عندنا هنصدر ايه؟ ده أوروبا القريبة مننا متقدمة علميا أكتر مننا. هنعمل تكنولوجيا وتطبيق علمي في ايه؟ نصدر ايه عشان نجيب فلوس؟ وكانت النتيجة عشان تعرفوا يعني ايه علوم وتكنولوجيا سياسيا، ان الاسرائيليين، وده اللي خلى بن جوريون اول رئيس وزراء لاسرائيل ثم مشي، والشعب جابه مرة تانية عشان المعنى اللي بحكيه لكم ده. ولو سمحتوا اقرأوا التاريخ كويس، أن بن جوريون وهو يضع الخريطة الاقتصادية للإسرائيليين بناها على فكرة إن إحنا بلد هتتحاصر ومحاصرة، فنعمل إيه؟ فطبق العلم. ولذلك أرض فلسطين الخصبة جدا لما طبقها على الزراعة وقرر إن الزراعة تبقى عصب الاقتصاد للإسرائيليين، هو ما كانش بيعمل زراعة زي القمح الليلة ليلة عيده والكلام ده، ما كانش عشان عيد الفلاح، هو كان بيعمل اقتصاد يقوم الرجالة وكرامتهم على رجليهم، يقومها على رجليهم. فقرر انه هو يستمر في الزراعة علشان يعمل اكتفاء ذاتي داخلي، لو البلد اتقفلت عليه يقدر ياكل لقمته. ولذلك ابحاث الزراعة عند الاسرائيليين متقدمة. ليه؟ لان هو بيزود مرة مثلا يعني القمح الفدان بيطلع له 100 ارداب بيبقوا 200، 10 يبقوا 20، ذرة كذا يبقى الضعف. بيعمل ابحاث عشان يزود الزراعة. علشان يا عرب لو قلتوا بعنترية هنرمي إسرائيل في البحر وقفلتوا علينا، عندنا أكلنا ناكله من جوه. إنما إحنا هنا في مصر، واسمعوا هذه المفاجأة وأنا قلتها قبل كده كتير، الاقتصاد المصري يا إخواني مهيكل. إحنا ما خرجناش. التحرر بثورة 25 يناير مش تحرر سياسي ولا دستوري، مهيكل على انه هو يبقى الحاجات اللي في ايد عدونا هي اللي احنا بنبني. مثلا السياحة، والسياحة انا مع السياحة واريد تنمية السياحة وما الى ذلك، لكن هات سياحة، لان السياحة مش هتعرف تاكل غير لو الالمان والفرنساويين والانجليز جولك. انما هم هناك قال لك لا، انا لازم اقتصادي يقوم على اساس اني ابحث عن عناصر قوتي الداخلية، ويوم ما انجح واعمل اكتفاء ذاتي من الاكل والشرب، اللي هيفيض عندي هيبقى محاصيل زراعية ينفع أصدرها لأوروبا، مش محتاجة تقدم ولا حاجة، أبعت لها برتقاني وسفندي تمشي. وكانت النتيجة وأنا من الذين درسوا الميزانية الإسرائيلية، ودي نقطة أنا نسيت أقولها لحضرتك قبل في الموضوع، درسوا الميزانية الإسرائيلية 6 سنوات متواصلة، ميزانية 6 سنوات كما درس. وكان السبب ان نتنياهو في يوم من الايام طلع وقال انا شغلتي اتابع والاحق القوة العربية والاسلامية في اي مكان في العالم، هضربها حتى لو في اقصى الشرق واقصى الغرب. قلت منين جايب القوة دي كلها؟
فبدأت أدرس الميزانية الإسرائيلية 6 سنوات متتالية، 6 سنوات لم أترك سنة أجيب الميزانية وأقعد أقراها، وإذا بدخل الزراعة الإسرائيلية يساوي أكثر من كل الدخل القومي المصري. ليه؟ لأنه بيكون قوته الداخلية، واللي يفيض يصلح للتصدير مشوا لقدام. هنا علشان العلوم في وادي، والتكنولوجيا اللي هي التطبيق في وادي، ومصر استراتيجيا في وادي ثالث، الدنيا عاملة زي العربية اللي كل ما تمشي عجلة تطير منها، رفرف يقع، مش عارفين نلم نفسنا. تخيلوا بقى ان اللحظة الفارقة اللي احنا فيها دلوقتي هي اللحظة اللي بنرجع نلم فيها امرنا. اقسم لكم بالله الاعلام العالمي، انا قررت ارشح نفسي وقعدت اقول وترشحت، لم يأتي الاعلام العالمي زي المطر يطلب مقابلات إلا أول ما اتكلمت في الوضع الاقتصادي اللي بالشكل ده، وأدرك إن شيء جديد، إن حتى المرشحين سواء للرئاسة أو في البرلمان أو الأحزاب السياسية لا يوجد ما يقول مع الأسف إلا على نحو باهت واهن، اللي هو تعديل هيكلة الاقتصاد المصري عشان يبقى من جوه البلد. أنا أفتش من حقي يا أخي، أفتش عن عناصر القوى الموجودة في بلدي، أفتش عنها تفتيش حقيقي. أنا عندي زراعة ينفع تكفي المواطن المصري 175 سنة للأمام، ما يحتاجش فيها لقمة عيش واحدة من بره، ومع ذلك أهملها.